بص يا معلم، من سنة 1998 ولحد دلوقتي استخدام المواقع الإباحية بيزيد كل سنة. يعني الناس واضح إنها ما بطلتش، بالعكس الموضوع مولع. أخطر رقم من أول ما حصل الوباء، الزيارات على بورن هوب زادت بنسبة 11.6%، وبقت رابع أكتر موقع الناس بتدخله بعد جوجل وفيسبوك ويوتيوب. بس المدهش بجد لو جمعت كل المواقع الإباحية مع بعض، الزيارات اللي بيجيبوها أكتر من تويتر وأمازون ونتفليكس كلهم مع بعض. وفي نفس الوقت من التسعينات لحد دلوقتي عدد الرجالة اللي بيعانوا من ضعف الانتصاب زاد جدا، وبعض الباحثين بيقولوا إننا قدام أزمة رجولية حرفيا. فالسؤال الكبير، هل في علاقة بين الإباحية والمشكلة دي؟ هل المواقع دي فعلا بتبوظ مخ الراجل؟ وليه 82% من اللي حاولوا يبطلوا فشلوا؟ تعال نشوف العلم بيقول إيه. كل حاجة هنا بتبدأ بحاجة اسمها الدوبامين. الدوبامين ده مش مجرد هرمون السعادة زي ما ناس كتير فاكرة، ده المسؤول عن الرغبة والتحفيز، اللي بيخليك عايز تاكل، تكسب، تحب، أو حتى تتفرج على حاجات جديدة. المواقع الإباحية بتستغل ده جدا. انت طول الوقت هناك بتدور على فيديو جديد وتجربة مختلفة، وده بيخلي المخ يفرز دوبامين بشكل هستيري. المشكلة انك لما تفضل تدور وتنتقل من فيديو لفيديو، ده بيغير فعلا شكل منطقة معينة في دماغك اسمها الطبقة البطنية. دراستين علميين اثبتوا ان المنطقة دي ممكن تكبر فعليا نتيجة المشاهدة الكتير، زي ما المخ بيتكيف مع الادمان. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بعد فترة دماغك بيبقى متبرمج انه يدور دايما على الإثارة الجديدة، وساعتها الطبيعي ما بيبقاش كفاية، فتبدأ تحس انك مش قادر تتحكم، وكل شوية دماغك يقولك لسه في فيديو تاني، افتحه بس دقيقة. مش كده وبس، المخ بيوصل لمناطق تانية في المخ مسؤولة عن اتخاذ القرار والتحكم في العواطف. يعني ببساطة كل ما بتغرق اكتر كل ما بتقل قدرتك على السيطرة. دراسات تانية قالت ان الناس اللي بتستهلك المواقع دي كتير بيبقوا بيفضلوا اللذة السريعة على المكسب الطويل المدى، يعني مش عايز يستنى، عايز المتعة حالا. وده كمان مرتبط بأعراض تانية زي العصبية، الاكتئاب، وقلة الثقة في النفس. ناس كتير بتسأل، يعني هو كده رسمي الإباحية بتسبب إدمان؟ العلم لسه ما حسمش الموضوع 100%، بس كل المؤشرات بتقول إن اللي بيحصل في دماغك قريب جدا من أي نوع إدمان تاني. المخ بيطلب جرعة أعلى من التحفيز كل مرة، وبيكافئك كل ما تشوف حاجة جديدة، وفي النهاية النتيجة إن متعتك الطبيعية بتقل، ونظام المكافأة في دماغك بيتلخبط، وساعتها الحياة العادية ما بتدكش نفس الإحساس اللي كنت بتاخده قبل كده. يعني باختصار يا صديقي، الموضوع مش بس فرجة وخلاص، ده كيمياء دماغك اللي بتتغير فعلا، وده بيخلي ناس كتير مش عارفة ترجع لحياتها الطبيعية بسهولة. العلم مش بيقولك خايفين عليك، العلم بيقولك خايفين على دماغك. هو أنا مدمن؟ بص يا صاحبي، موضوع الإدمان ده مثير للجدل جدا في عالم العلم. يعني العلماء نفسهم لسه مختلفين، هل نقدر نقول إن الإباحية إدمان فعلا ولا لا؟ حاليا اللي اتفقوا عليه هو استخدام الإباحية المفرط بيتصنف كاضطراب في السيطرة على الانفعالات، بس مفيش تشخيص رسمي اسمه إدمان الإباحية، وده اللي مخلي الناس مش عارفة هو أنا كده مدمن فعلا ولا مجرد تعود. تعال أقولك بطريقة بسيطة إزاي تعرف لو عندك مشكلة. 1. الأهمية. لو بقيت بتحط الإباحية في أولوياتك، يعني بتسهر علشانها، أو بتأجل شغلك ونومك عشان تتفرج، أو حتى بتختارها على إنك تخرج مع أصحابك، يبقى في إنذار أحمر. 2. المزاج. لو بتلجأ ليها عشان تهرب من الزعل أو التوتر أو الملل، يبقى أنت مش بتتفرج، أنت بتستخدمها كمسكن نفسي، وده خطر جدا. 3. التحمل. لو بقيت محتاج تشوف أكتر أو حاجات أعنف أو غريبة عشان تحس بنفس الإحساس اللي كنت بتحسه زمان، يبقى المخ بتاعك فعلا دخل في مرحلة تبلد من كتر التحفيز. 4. الصراع. بتحس بالذنب أو في خناقات بينك وبين نفسك بعد ما تتفرج، أو حتى مشاكل في علاقتك مع الناس بسبب ده، يبقى في صراع داخلي واضح. 5. الانسحاب. جربت تبطل وحسيت إنك متعصب أو مضغوط أو مش عارف تركز، ده معناه إن جسمك ومخك متعود على الجرعة دي من الدوبامين، ولما بتمنعها عنه بيهيجك كأنه بيقولك هات الجرعة يا معلم. 6. الانتكاس. يعني حاولت تقلل أو تبطل، بس بعد كام يوم لقيت نفسك راجع تاني، دي من أقوى العلامات على إنك داخل في سكة الإدمان. العلماء لما عملوا دراسات في دول مختلفة لقوا أرقام مرعبة. في أمريكا وأوروبا واستراليا حوالي 70% إلى 94% من الرجالة اعترفوا إنهم اتفرجوا على الإباحية على الأقل مرة في حياتهم. ودراسة تانية عملت ترتيب للدول اللي فيها أكتر ناس بيعانوا من استخدام إباحي مفرط، زي البرازيل، تركيا، ماليزيا، الصين، تايوان. بس خد بالك، الأرقام دي مبنية على الناس اللي اعترفوا بنفسهم إن عندهم مشكلة، وكتير غيرهم ممكن يكونوا ساكتين أو مش عايزين يواجهوا الحقيقة. دراسة قالت إن 7% من الناس شايفين إن عندهم مشكلة فعلا، بس دراسة تانية لقت إن حوالي تلت الناس 32% كانوا نفسهم يطلبوا مساعدة. وبعدين ظهر اتجاه غريب جدا في آخر كام سنة، اللي هو زيادة حالات ضعف الانتصاب وانخفاض الرغبة عند الرجالة تحت سن 40. في سنة 1999 النسبة كانت حوالي 5% بس،
لكن في 2011 بقت بين 14 و28%، وفي أمريكا حوالي تلت الرجالة تحت ال40 قالوا إنهم بيعانوا من نفس المشكلة. يعني حاجة فعلا تغير شكل الخريطة كلها، وده اللي خلى العلماء يبدأوا يربطوا بين الاستخدام المفرط للإباحية وبين التغيرات دي اللي بتحصل في الجسم والمخ لما الخيال يبوظ الحقيقة. بص يا صاحبي، من التسعينات والعالم بقى عنده وصول سهل جدا للإباحية، بس الدراسات الجديدة بتقول إن ده مأثر فعلا على العلاقات الحقيقية بين الناس. في ورقة بحثية سنة 2015 العلماء اكتشفوا حاجة غريبة جدا. الرجالة اللي بيتفرجوا على الإباحية كتير لما بيجوا يعيشوا تجربة حقيقية مع شريكهم بيلاقوا نفسهم مش قادرين يتحمسوا أو حتى يحافظوا على الانتصاب. ليه؟ علشان المخ اتبرمج على التحفيز البصري المجنون اللي بيشوفه على الإنترنت، فلما يجي يشوف الحقيقة ما يحسش بنفس القوة. المخ بيقول هو فين المؤثرات؟ فين الإضاءة؟ فين الموسيقى؟ يعني بالعربي كده الخيال الصناعي بوظ الطبيعي. وفي دراسة اتعملت في الصين لقوا اللي بيبدأوا يتفرجوا على الإباحية في سن صغير بيبقى عندهم تغيرات في الهرمونات الجنسية وجودة السائل المنوي، يعني حتى الجسم نفسه بيتأثر مش بس الدماغ. وطبعا في أسباب تانية ممكن تساهم في ضعف الانتصاب زي التوتر النفسي، الضغط العصبي، السوشيال ميديا اللي بقت شغالة 24 ساعة. بس العلماء لسه شايفين إن الإباحية لها دور واضح جدا في ده. وهنا نرجع لنقطة مهمة جدا، يعني إحنا كبشر عمرنا ما اتبرمجنا على الكم الرهيب ده من التحفيز الجنسي اللي على الإنترنت. المخ مش مخلوق يتعامل مع كل ده مرة واحدة، كل ثانية فيديو جديد وشكل جديد ومشهد مختلف، فبيحصل نوع من التحميل الزايد للمخ. وزي ما الدراسات قالت بعض الناس بتستخدم الإباحية كطريقة للهروب من الاكتئاب أو الوحدة أو الخوف من الموت. بس الصدمة إن ده بيزود المشكلة مش بيحلها، يعني بدل ما يهدي النفس بيزود الاكتئاب والعزلة وانخفاض احترام الذات. طب نعمل إيه بقى؟ أول وأهم خطوة بلاش تلوم نفسك، اللوم بيجيب نتيجة عكسية. العلماء لقوا إن الإحساس بالذنب خصوصا عند الناس المتدينة بيخلي الشخص يلف في دايرة مقفولة، يشوف، يندم، يتوتر، يشوف تاني. دراسة عن الخلل الأخلاقي لقت إن التدين الزايد مع الشعور بالذنب ممكن يخلي الشخص يستهلك أكتر بدل ما يقلل، لأن المخ بيربط المتعة بالهروب من الضغط. يعني الحل مش إنك تكره نفسك، الحل إنك تفهم دماغك وتبدأ تسيطر عليه واحدة واحدة. بص يا صاحبي، الدماغ بتاعنا شاطر جدا، شاطر لدرجة إن ساعات بيضحك علينا. يعني لما تقول لنفسك أنا مش هتفرج على حاجة تاني، الدماغ يرد عليك هو ليه بقى؟ طب خلينا أفكر فيها شوية، وفجأة تلاقي نفسك بتفكر في اللي بتحاول تبعد عنه. وده اللي العلماء بيسموه الفكر العكسي. يعني كل ما تحاول تمنع نفسك بالقوة الدماغ يزود التفكير فيه أكتر. في دراسة جامدة اتكلمت عن حاجة اسمها الإعجاب، الرغبة، الحاجة، وده كان رسم كده بسيط بس بيفسر كل حاجة. في الأول لما بتتفرج على حاجة بتبقى في مرحلة الإعجاب، بعد شوية الدوبامين هرمون السعادة يعلى في المخ فالموضوع يبقى رغبة، ولو استمريت تلاقي نفسك بقيت في مرحلة الحاجة، وده أخطر مستوى لأن ساعتها بتحس إنك ما ينفعش تعيش من غيرها. ولما توصل للنقطة دي اللحظة اللي لازم تقول فيها تمام أنا محتاج أطلب مساعدة. الغريب بقى إن العلماء لقوا حاجة عكس اللي الناس متخيلينه، كل ما الناس تتفرج أكتر كل ما تحبها أقل. والله الدماغ بتتعب من كتر التحفيز فالمتعة بتقل، وده بيفسر ليه ناس كتير بتدور على حاجات أكتر غرابة أو تطرف علشان يحسوا بحاجة تانية، بس النتيجة دماغك بيبطل ينبسط أصلا. العلم بيقول إن أكتر حاجة فعالة هي العلاج السلوك المعرفي CBT، وده ببساطة بيعلمك إزاي تغير طريقة تفكيرك بدل ما تحارب دماغك بالعافية. يعني بدل ما تقول أنا مش هتفرج تبدأ تفكر أنا عايز أعيش طبيعي، أرجع تحكمي، أركز على نفسي، وتبدأ تربط المتعة بحاجة تانية حقيقية أو رياضة أو حتى هواية بتحبها. ولو حاسس إنك وصلت لمرحلة الرغبة الشديدة أو الحاجة ما تستناش، اطلب مساعدة من مختص نفسي أو رجل دين، مش عيب أبدا، بالعكس دي شجاعة منك. يعني باختصار ما تلومش نفسك، افهم دماغك، غير سلوكك واحدة واحدة، وشارك الكلام ده مع أي حد ممكن يكون محتاجه. وفي الآخر كالعادة لو الفيديو عجبك دوس لايك، اشترك في القناة واستنى الفيديو اللي جاي.